ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بصحة وخير. دايما معاكم جو من قناة كرش بوي، وحبيب قلبي عم الذوق العالمي كو حبيب يا جو. وحشني يا أكتر ولدي. والله يا حبي. وحشنا جو حبايب قلبنا كالعادة. واليوم فيديو من المطاعم القديمة واللي احنا بناكل منها من واحنا صغيرين. مظبوط يا عم كوكو؟ مظبوط. قول لنا ما هو. النهارده يا جماعه احنا معانا ماجستي عامل قلق الفتره دي، فقلنا احنا نشوف ايه الاخبار. جبنا كام ايتم كده نجربه ونقول لكم راينا. وعامل اختراعات غريبة ومريبة، هل هتظبط الدنيا ولا ايه؟ هنشوف مع بعض. وعايزين ايه يا باشا؟ عايزين 20,000 لايك وشير جديده في كل مكان. واللي لسه ما اشتركش في القناه يشتركوا وفعلوا زر التنبيهات عشان يوصلوا كل جديد. نجيب كل ما هو جديد ونرجع لكم على طول. واوعوا تروحوا اي حاجه. وها قد حضرت الاختراعات الجديده بتاعت ماجستي. هنا معانا فطيره وبيتزا وساندويتش. هو من امتى يا اخويا؟ هو من امتى ماجستي بيعمل كريب؟ مش عارف والله. انا قلت نجرب الكريب. ما شاء الله الفاتوره. الفطوره ايوه طويله زي السنه البيضاء. هو دي اخر ايتم معانا. الاختراعات الجديدة جبناها كلها، وجبنا اساسياته برضو علشان نشوف هي حلوة زي زمان ولا لا، وهنظبط الحاجة دي كلها ونرجع لكم على طول. ويلا بينا بقى نبتدي باصل المحل. قلنا نبتدي بالحاجات اللي احنا حافظينها من عم ماجستي. زي ما انتم شايفين كده، دي مكرونة نجريسكو بالفراخ، وجواها بقى زيتون ومكرونة سباجيتي ريد صوص وحركات وفراخ متبلة. سعرها كام؟ 80 جنيه. 80 صح؟ مظبوط. طيب انا كنت بجيبها لما كانت يا ب8 يا ب10 مش فاكر، ايوه فبقت ب80 جنيه النهارده. يلا بينا يا عم كوكو. يلا بينا. بس انا متفائل خير زمن بصراحه. اتغير يا جو. دي كانت من اجمد النجريسكو اللي تاكلوها في حياتكم زمان، فقلنا لازم نجيبها النهارده عشان نعرف المطعم ده لسه على وضعه ولا راحت عليه. يلا بينا. يلا. وبدايتها مسك بامر الله. النجريسكو على وضعه. كما كان زمان، ممكن يبقى اقل بس سنه بسيطه، بس جامد. كان جريسكو جامد ب 80 جنيه. ما الواحد ما انا عمال اتذكر ال 8 جنيه وال 10 جنيه دي فبزعل. في فرق كبير فعلا. مش عارف، هي حلوه ومخدومه وواخده وايت صوص حلو من فوق مع الجبنه مع اللسعه بتاعه الفرن مع الفراخ المتبله حلو المستويه جميل قوي من الصدور ومتبله جميل. تديها كام؟ والزيتون ضايف لها كتير. هي كلها على بعضها الميكس حلو بصراحه. ايه رايك؟ بص انا اقول لك على حاجه، انا السعر مضايقني شويه بس ارجع اقول لك انا هديها 9 من 10. هو انا هديها 9 من 10. بس السعر مضايقني ما يعني. هو اللي مضايقنا عشان كده يعني غير كده كانت تاخد 10 من 10. والمكرونه سواها حلو جدا عشان نبقى متفقين برضو ما اتكلمناش عليها. 9 من 10 اول حاجه انا وعم كيرو من عم ماجستي. ويلا بينا نجيب تاني حاجه. ونخش بقى على تاني حاجه يا جماعه، وده عيب تاني خالص. ايوه زي ما انتم شايفين دي كده بيتزا بيبروني، وده عشقي انا. واخيرا اقنعت جو ان احنا نجيب بيتزا بيبروني. مره من نفسه الولد، مره من نفسه. دي حجم صغير وسعرها 65 جنيه. بس انا مش متفائل. انا مش متفائل. انا بحب الصلصه اللي بس هي الفكره برافو هنا ان هو حاطط زيتون زي بتاع بيتزا هات، اللي هو الزيتون الاسمر الاصلي اللي من بره اسمر ومن جوه اسمر، مش الزيتون الملون. يلا بينا ندوق. يلا بينا. طيب هنا انا ما زعلتش بس ما انبسطتش بنكله، بس هقول لكم احساسي. عارفين البيتزايه بتاعه الفرن اللي كنا بنجيبها بجنيه اللي هي الخضره؟ انا بالنسبه لي هي دي حلوه وطازه وكل مميزات الدنيا، بس طعم البيبروني ما جاش لان هي قطعه بيبروني في السلايس. يعني البيتزا كلها فيها 4 قطع بيبروني والخضره الجميله، فانا شايفها مستطعمها عجينتها بتشكيلتها من فوق بجبنتها بتاعه البيتزا اللي كانت بجنيه زمان واحنا صغيرين. اتفضل يا باشا. طب انا الصلصه اللي حاططها في البيبروني دي عجبتني جدا. دايما البيتزا البيبروني بتلاقي فيها صلصه زياده، كان طعمها جميل جدا. البيبروني فعلا قليل جدا في البيتزا. عجينتها ما ضايقتنيش فعلا زي ما جو شرح. يعني متفق انت معايا في دي؟ مفيش طيب اختلاف. تمام. فرن الموتزاريلا حلوه دي زياده عن بتاعه الفرن. تمام يعني مقبوله. مقبوله. كام؟ هتديها كام؟ انا اديها 6 من 10. انا 5 من 10 مقبوله رسميا يعني. ماشي نخش على عيب تاني خالص من عم ماجستي. ودلوقتي معانا زي ما انتم شايفين كده دي فتة شاورما ميكس. انتم مش هتشوفوا حاجة غير التومية اللي من فوق دي، نصها فراخ ونصها لحمة ورز اصفر معرفش بسمتي ولا مش بسمتي علشان مش باين لي من هنا. سعرها انا مستغليه على الحجم لان الحجم صغنون شوية يعني. بصوا الحجم ايه يا دوبك ايه يعني، قربت اقفل ايدي عليه. ف 90 جنيه
كتيرة شوية. اوكي. هندوق الفراخ ولا اللحمة؟ هندوق اللحمه. يلا بينا يا باشا، ادي لحمة. اوكي. رز بسمتي. مم. رز بسمتي اوبا، والعيش من تحت المحمص. يلا بينا. يلا بينا ندوق. ما هذا؟ ايه ذوبان وطعامة وتتبيلة اللحمة دي، والرز متبهر تبهيرة حلوة ومستوي والعيش مظبوط. والتوميه. الدنيا والتومية قوية وكريمي انا لما شفت شكل التومية في الاول وانا بصور قلت له ده مقلب. لا ده مش مقلب، ده ينافس في فتة احسن الشاورما. 10 من 10. 10 من 10 النهارده. جميله ومختلفه، مختلفه قوي عن اي فتة شاورما عدت علينا بصراحه. برافو عليك ماجستي. انا مبسوط. انا بيني ما بينك انا مبسوط جدا. انا من الاول بقول ماجستي راحت عليه من زمان، فهو لا. النهارده موجود. بيبهرني. أنا موجود يا بيبهرني. جماعة. بيبهرني. طيب يلا بينا نخش على اللحمه، على على الفراخ. الفراخ. على يلا الفراخ. اديني ايوه، واديني حته العيش دي. اوبا، فراخ كتيره قوي متقطعه كبير ما شاء الله. يلا بينا. يلا بينا. جامده جدا، بس اللحمه مش زي عجبتني اللحمه. أكتر. اللحمه يعني تتدرس. اللحمه بجد اللحمة جميلة. الشاورما اللحمه تتدرس لبتوع الشاورما. جميله أيوة. جميله جميله. طيب اوفر اول يا عم كوكو. ده مش فاضي، ده هقول لكم انا بقى. جميله. قلنا اللحمه 10 من 10. انا بالنسبه لي الفراخ هتديها كام؟ 7 من 10. 7.5 من 10. طب اوفر اول بقى الطبق ده كله 8.5 من 10. حسبها الولد، حسبها مظبوطه. 8.5 من 10. جميل، وارشح لكم بقوه تجربوا فتة الشاورما من ماجستي. ويلا بينا من غير ما نطول عليكم على عب تاني خالص. ونخش بقى على عب تاني خالص، وده عب سندوتشات. زي ما انتم شايفين كده، ده كوردن بلو ما شاء الله، في حتتين كوردن بلو مالين عين الشمس. بس اهم حاجه الحشوه من جوه، اهم حاجه. وسعره 95 جنيه. يا مسهل، هي لقمه العيش بس انا بالنسبه لي مش افضل لقمه عيش على سندوتش ب 95 جنيه يعني. بصوا هي ايه تعبانه. يلا بينا ندوق. يلا بينا. لا هو واو ولا هو وحش، بس لو هنقارن بالنسبه للسعر هيبقى وحش. بس بالنسبه للكوردون يعني قطعه فراخ محشيه هوت دوج فيها جبنه موتزاريلا ماشيه مقرمشه من بره شويه شغاله، بس مش واو. لقمه العيش سيئه. افضل حاجه عجبتني هنا الهوت دوج اللي محشي جوه الفراخ، هو والموتزاريلا والمايونيز والخيار المخلل. بس كوكو انا الصراحه ما كيفنيش خالص يعني. ب 95 جنيه كتير. كتير على ساندوتش زي ده يعني. هو اقرب ما يكون للكوردون بلو الشعبي يعني، بلقمه عيش شعبي. حاسس يعني ايه لا، الفراخ في بتقعد أفضل بس ان البريدنج معجن شويه. يعني يعني ما طيب. كيفنيش الصراحه. انا زي ما قلت لكم هو لا واو ولا تحت. هتدي له كام؟ انا 4 من 10. طب ما انا 4 والله العظيم. انت افتكرت ان انا اقول 5؟ لا يرتقي 5 علشان سعره كمان 95 جنيه، فهو 4 كويس يا ماجستي. انت كنت جامد معانا. مالك؟ نرجع للسعاده. يلا بينا. ويلا بينا بقى ايه الاختراع اللي هو بيقول ان هو هيكسر الدنيا بيه. زي ما انتوا شايفين كده، دي فطيرة عبارة عن بسطرمة وسوسيس وسجق وثلاث انواع جبنه شيدر وجبنه رومي وجبنه موتزاريلا. دي اسمها ايه؟ الممخمخه. احنا عشاق للفطير. دي الحجم الصغير سعرها 100 جنيه. يلا بينا ندوق الممخمخه دي. هتمخمخنا ولا لا؟ يلا بينا. اوكي جاهز. يلا بينا. يلا هي مليانه حشو. المخمخه. تعالوا نضرب حته تانية من النص كده. الاطراف محشيه. بصوا جامده مخدومه. العجينه خفيفه وهشه ومورقه، مش مالحه. بسطرمه على ابوه يعني، البسطرمه الحلوه. ميكس الجبن عامل قلبان ومخلي الموضوع فاهمين اللي هو غريب فلافي قوي. الجبنه الرومي والبسطرمه ومش مملحه. لا بصراحه يعني ظبطه الملح في فطيره زي كده دي يعني معجزه. براءه اختراع. اعتراضي الوحيد
هيبقى على الحجم بالنسبه للسعر، لان زي ما انتم شايفين الحجم كده بصوا زغنطوطه قوي، يعني نفر لو كلها لا مش هتسد معاه، ده بالنسبه لك. اكيد طبعا. غير كده يعني بعيدا عن السعر انا هي شايفها 10 من 10. اختراع، براءة اختراع. مع السعر هديها 10 من 10. هتديها انت 10 من 10، انا هديها 8.5 من 10، لان حاسس ان السعر اوفر شويتين. 100 جنيه على حجم صغير قد كده اوفر شويتين، بس هي مخدومه وحلوه بصراحه. كيلو 10 وانا 8.5 من 10. ويلا بينا نروح للي بعد كده. وللاسف نروح لاخر حاجه معانا، وزي ما انتم شايفين ده برضو عيب تاني خالص. ده كريب ميكس تشيكن سعره 85 جنيه، وما شاء الله مليان يعني ايه. يا مسهل محمل بصراحه، والعجينه او الكريبايه واخده التحميصه الجميله. أوكي. يلا بينا ندوق. والزيتون عامل شغل عالي هو قوي. الراجل ده طب عايز ينافس مين ولا مين ولا مين ولا مين؟ انت دخلت في الكريب ودخلت في المكرونه ودخلت في الفطير ودخلت في البيتزا ودخلت في السندوتشات، انت عايز ايه يا عم؟ وحلو في اغلبيتهم. لا بصراحه برافو ماجستي، انا ما كنتش متخيل ان انت لسه على وضعك كده. نبتدي من لقمه الكريبايه المسكره المقرمشه الطريه. شفتوا مقرمشه طريه دي عمركم ما هتسمعوها. الكريبايه دي كده هي بتقرمش في بقك كده القرمشه الجميله وبعدين بتدوب. الفراخ اكتر حاجه كانت طاغيه معايا اللي هي الفراخ المشويه على الجريلا، وتحفه متبله حلوه قوي. ميكس جبن جوه موتزاريلا مع المايونيز بقى والبصل الفلفل الاخضر والزيتون الاسود الجميل. برنس في الكريب، يعني ده محل كريب اساسا، محل كريب وتقيل انه يطلع لك كريبايه زي كده بصراحه. بكام هي؟ 85. انا مش قادر اقتنع بالاسعار اللي احنا بقينا فيها، ما انا مش عارف بصراحه. فانا بصراحه انا حيران ان نديله كام بصراحه، بس انبسطت قوي. متهيألي الكريبات النهارده هتبقى مش اقل من 50 جنيه اللي هي الميكسات. طيب ما دي بكام؟ ب 80؟ ممكن تبقى ازيد. 50 دي قديمه. اكيد 50 دي قديمه. انت كمان قديم يعني. انا متهيألي الكريبات النهارده مش تبقى اقل من 60 جنيه. احنا الاثنين قدام. الصراحه بقى لنا مده ما جبناش كريبات يا جماعه. وبصراحه احنا يوم عن التاني، وسامحونا في الفيديوهات اللي فاتت واللي جايه في لخبطه كتير في الاسعار. يعني احنا ممكن نصور فيديو النهارده وننزله لكم مثلا بعديها بقى 3 4 5 ايام تبقى الاسعار زادت مرتين في الفتره دي. فانتوا بتقولوا الاسعار اتغيرت، احنا نعمل ايه؟ طيب والله ما بايدينا. طيب بصوا، بعيدا عن السعر انا مبسوط بيه 10 من 10. اتفق مع السعر دي بقى انا مش عارف، لان انا وكيلو بقى لنا كتير قوي ما بناكلش كريب، صح كده؟ مظبوط. احنا هنديله 10 من 10 بعيدا عن السعر. انتوا بقى ايه؟ شوفوا السعر ايه نظامه ونقصوا كل اللي انتوا عايزينه. خلص للاسف. طيب هسقف لماجستي او ماجستي. ايه اللي وقع معانا النهارده؟ الكوردون فقط. الكوردون والبيتزا. البيتزا بتاعت الفرن. ايوه الكوردون والبيتزا. غير الباقي يعني تقريبا عشرات. وهمي والله العظيم ماجستي صدمني. أيوة. انا جايب الفيديو ده، انا بقول ده فيديو الصدمات والمقالب، لان ده اسم قديم يعني. لا انما برافو عليه ماجستي طبعا. خلاص ادينا له ارقامه اوفر اول كام بقى؟ انا معتمد رقم من غير انصاص. ما هو يا 8 يا 9، بس انا مع ال8. انا مع ال8. طيب اهو اخي في الله. 8 من 10 عم ماجستي. وبرافو عليك ان انت لسه في ظل الايام الخضراء اللي احنا فيها دي، وانت راجل قديم. دي ماجستي يعني احنا نعرفه من 20 سنه، من كتير قوي، من واحنا صغيرين. فانه يفضل على كده، لا دي يعني شابولي والله. برافو عم ماجستي. وعايزين ايه يا باشا؟ عايزين 25,000 لايك وشير فيديو في كل مكان. واللي لسه ما اشتركش في القناه بعد اذنك اشترك وفعل زر التنبيهات عشان يوصلك كل جديد. ونشوفكم على خير في فيديوهات جديده. وكان معكم جو كيرش بوي وكيرو. سلام.